السلام عليكم. اليوم جبت لكم باستا غزاله ان شاء الله. دابا نعملوا 4 البيضات وواحد الفاني وواحد الكاس ديال العنبه ديال السكر وغنخلطو. ملي كنخلطو مزيان كنعملو واحد الكاس ديال الزيت. ومن بعد كنعملو كاس ديال العصير ديال البرتقال وكنخلطو. هاد الباستا اولا الكيكه كتجي رائعه البنات، كنتمنى تجربوها وبسيطه بزاف في المتناول ديال الجميع. كنضيفوا القشور ديال البرتقال الاول الاولى كنت كنصور، صحاب لي كنصور وانا ما صورتش ملي كنت عملت 4 ديال البيضات في الاول، 4 البيضات وضفت لهم واحد الفاني. دابا غنعملوا الدقيق، كنسبق لي غربلته، غنعملوا بالتدريج وغنعملوا واحد الخميره بيضاء وغنخلطوا. كيكه فيها 4 البيضات وواحد الفاني، واحد الكاس العنبه الزيت، واحد الكاس ديال السكر، واحد الكاس ديال البرتقال، عصير البرتقال وقشور ديال الليمون اولا ديال البرتقال، طحين وواحد الخميره. كنخلطو مزيان باش ما كيبقاوش ديك الحبيبات ديال الطحين، ومن بعد كنضيفو شويه ديال الزبيب وكنكونوا اللاطه عملنا على الزيت ورشينا على واحد شويه ديال الدقيق باش ما كتلصقناش الباستا ملي كندخلوها الفرن. احسن خلطوها مزيان باش كتجي كيكه مفشوشه وغزاله. شويه ديال الزبيب غنخلطوه مع الخليط. كنخلطو مزيان وعاد كنعملوها في اللاطه ديال الفرن. اللاطه ها هي عملنا لها الزيت وشويه الدقيق وغنفرغوه. الاحسن نعليو يدنا مزيان باش ديك الهواء ديال الخميره كيزول، الكيماويه كتزول. ومن بعد ملي كنخويوها كامله كندقوا على الطاوه باش كيهود الخليط وكتساوى مع بعضها. ودابا غندخلوها الفرن. عملنا الفرن يسخن على درجه 160 درجه وغندخلوها. كنعملوا لها الطريقه هذه باش ديك الفقاعات ما كيبقاوش وكتساوى لنا الكيكه ديالنا. احنا عملناها في الفرن.
درجة 160 وكنشعلو من تحت ومن فوق وكنعملوها طيب. هاد الطنجرة هادي الوالدة تطالي وما بغيتش نفرط فيها، غزاله يا البنات. هاد الطاوة سبحان الله العظيم عندي عزيزه وما نفرطش فيها. ها هي بدات كطيب، مره كنطلعوا عليها وكنشوفوها. ها هي بدات كطيب لنا. من بعد ملي كطيب لنا كنعملوا فيها واحد العود ديال الخشب باش كنشوفوها. اذا طلع العود ناشف ما فيه حتى شي حاجه يعني طابت، طلع فيه العجينه يعني باقه شويه كنرجعوها طيب عاوتاني. ها هو طلع ناشف ما فيه والو يعني طابت. كنتسناوها تتبرد وكنعملوها في الطبيصل ديالنا وبالصحه والعافيه. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلايك وابوني وضغطوا على الجرس باش يجيكم دائما الجديد ان شاء الله. شكرا لكم حبيباتي.